السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى حصلت لك قبل كده إنك تشرب كوباية مية ساقعة أو تاكل آيس كريم وفجأة دماغك تقف، تحس كأنك اتكهربت من جواك وجبهة رأسك بتوجعك، كأن حد خبطك بحاجة تقيلة. اللي هو إزاي يعني؟ أنا بس كنت بشرب حاجة ساقعة. الموضوع بيجي فجأة وبيروح فجأة. السؤال الحقيقي هو ليه لما بناكل أو نشرب حاجة ساقعة بنحس بصداع؟ تأكد إنك تشترك في القناة وتدوس زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ببساطة دي استجابة سريعة من الأعصاب اللي في وشك ومخك. لما حاجة شديدة البرودة تلمس سقف بقك، الجسم بيتعامل مع الساعة دي على إنها خطر، فبيطلق إنذار. اللي بيحصل إنك لما تشرب مية ساقعة جدا أو تاكل حاجة ساقعة زي آيس كريم مثلا، درجة الحرارة في سقف بقك بتنزل بسرعة رهيبة. المنطقة دي فيها أعصاب حساسة جدا وأكثرها شهرة هو العصب الثلاثي اللي هو التوائم. العصب ده مسؤول عن الإحساس في الوش كله تقريبا ورايح لحد الجبهة والمخ. لما العصب ده بيحس بالتغيير المفاجئ في درجة الحرارة بيبعت إشارة للمخ. المخ بيفتكر إن في خطر، فبيقوم مسبب انقباض في الأوعية الدموية وبعد ثواني بيوسعها تاني. التمدد والانقباض السريع ده هو ده اللي بيخلي الإحساس بيوصل عندك كأنه صداع مفاجئ، وبنحس بيه في الجبهة أو ورا العينين. طب هل الموضوع ليه علاقة بالجينات؟ في دراسات بتقول إن ممكن يكون في عامل وراثي، يعني لو أهلك بيحسوا بالصداع ده دايما احتمال كبير تحس بيه أنت كمان. الجينات تتحكم في مدى حساسية الأعصاب وسرعة استجابتها. طب الأطفال بيحسوا بالصداع أكتر مننا لأن أعصابهم بتكون لسه في بداية تطورها أو في بداية نموها. الإحساس بالصداع لما تاكل أو تشرب حاجة ساقعة لازم تخلي الحاجة تلمس لسانك الأول قبل ما تلمس سقف بقك، واشرب المية الساقعة أو الآيس كريم على مهل. وبكده يبقى جاوبنا على سؤال النهاردة. منساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.